لا انا لا. استاذ الفنان لا. الدكتور احمد خضر، المخرج التلفزيوني، كان ضيفنا النهارده ومشرفنا في اسعد سعيد في العالم. ناخدك على مشمك كده زي ما بيقولوها ونشوف انطباعك على العرض. انا مبسوط بالعرض، مبسوط لانه بيخاطب الطفل فعلا، وانا كنت مش براقب العرض بقدر ما براقب الاطفال اللي كانوا جنبي. سعادتهم واحساسهم بالعمل وضحكهم مش مفاجاه ليا، بس انا كنت سعيد بده، لان الحقيقه حسيت ان ايه، وحسيت ان الولاد حافظين بيجوا مره واثنين وثلاثه ويعملوا ده. الحاجه الجميله اللي عجبتني خالص ان انت عملت تحول جميل في الروايه. دراميا كنت على مستوى عالي قوي، ان التجربه بتاعت الراجل حولت لخبطه الخلق ولخبطه الخليقه الاساسيه للكون، رغم الفكره بعيده جدا عن دماغ الطفل. لكن للاسف الشديد انا اللي كنت مش فاهم، مش الاطفال اللي مش فاهمين. الاطفال كانوا فاهمين وعارفين هذا التحول، كانوا بيضحكوا عليه وكانوا سعداء بيه، ولما رجع تاني كانوا اكتر سعاده بان الناس رجعت تاني وسقفوا. فالحقيقه يبدو ان احنا لما بنيجي نحكم بنفسنا او بسننا او كده ما بنشوفش او ما يعني بنخلط بيننا وبين الطفل. لا، لازم نسيب الطفل هو اللي يحكم، لانه اصدق واعمق وافهم مننا يا كبار. طب استاذ احمد، لا والله. طب ايه اللي ما عجبكش في العرض؟ مفيش حاجه ما عجبتنيش، لاني اولا الالحان جميله، حتى الراقصات والراقصين الكويسين اللي رغم عددهم المحدود في البدايه يمكن كنت بتمنى انهم يبقوا اكتر شويه، يمكن، وانا عارف ان دي ظروف انتاج. لكن حتى الولاد دول لقيتهم بيرقصوا كويس، يعني البنتين والولدين اللي بيظهروا بيرقصوا كويس. يعني شفت حتى رجليهم، شفت ما شفتهم، يعني انا يعني عيني لمحتهم مش بيرقصوا اي كلام. في اعمال كتير جدا يمكن ما عجبنيش لبس الراقصين. الشباب ولا البنات؟ شباب. لكن البنات كانوا لبسهم في اللوحه الاولانيه حلو، وفي اللوحه الثانيه احلى كمان من اللوحه الاولانيه. لكن لبس الراقصين شويه الشباب مش حلو. لا مش مديهم، يعني هم الولاد عاملين شو حلو وبيرقصوا حلو قوي. لو في لبس على نفس مستوى لبس البنات اعتقد كان هيبقى منظرهم وهيبقى احلى، وهم هيبقوا ابداعهم احلى. طيب لو حبينا ايه يعني نقيم تقييم سريع في كلمتين، نقول مثلا الاسد. اسد. اسد وبقى قطه. الحمد لله رجع اسد. طيب الفيل المفلفل يخطي عليه جميل خالص، الفيل البامبا. وهو لونه بامبا. هو كمان ممثل لونه بامبا. فكان كله على بعضه بامبا، كان جميل وكان. والبغبغان. البغبغان انا في الاول البلاي باك والصوت مش بتاعه، مع ان هو كان بيغني قبل كده، وبعدين لقيته بيغني بصوت حد تاني، فقلت ايه البغبغان اللي مستعير صوت دوت، وبعدين في الاخر لقيته بقى هو قلب نفسه فانبسط. طيب لا مؤاخذة الحمار. انا خايف لحسن يزعل. يا ما يفهمنيش يعني. لا كان جميل وانا كنت سعيد بيه. طيب والعصفور؟ هو كان في عصفورين، في عصفور كناريا، عصفوره، ودي اعتقد انها مش ممثله محترفه، واعتقد انها تجربتها بسيطه هي جت النهارده انقاذ موقف زميل عيانه يعني. حسيت ده. لكن بقى العصفور الثاني ده ممثل عتويل يعني، قديم وكبير. طب احنا عندنا 2 اشرار، بس هو مش عصفور الحقيقه. هو كان بطه. كل الزرقاء. طب عندنا الشريرين الاثنين الاشرار دول كمال وخالد. والله انا كنت كل ما يطلعوا اخاف، قلت انا نسيت شر، بس هم طبعا ادوا دورهم بشكل جميل. يبقى في حد تاني نسيته؟ انا طبعا نسيت احلى اثنين، وهو لو انت وابو الحسن. ابو الحسن انا فرحان وجوده على المسرح، فرحان لانه الطاقه اللي موجوده مأديه ومحترمه وما خسعتش، وكان حركته على المسرح رغم بطئها. انا عارف طبعا قيمه ابو الحسن وعارف قد ايه هو، لكن هو عنده التكنيك يغطي اي شيء في الدنيا، وكنت فرحان بيه قوي قوي قوي. سقفت له كتير في الاخر، لاني يعني
قدام الفنانين اللي ربنا يديم عليه الصحه يا رب. طب. حضرتك بقى دمك خفيف جدا، بتبدو على المسرح يعني اصغر من سنك بكتير، وده شيء جميل. حركتك خفيفه، ويمكن عجبتني كمان كمؤلف الحقيقه. يعني انا فوجئت بنص تاليفك، وده عجبني، وحسيت انه مش يعني نص جميل، وان انت فاهم قوي قوي الطفل والشغل، ده كان شيء عجبني قوي. طب السؤال الاخير، المزيكا عجبتني. ده الملحن وائل عوض. لا، ما عجبتني المزيكا الحقيقه، والالحان بسيطه وعلى فكره حلوه. انا شخصيا على طول اللحن بيدخل جوه الواحد ويقدر يتعامل معاه، وكل الناس في الصاله كانت بتتعامل معاه ببساطه. طيب بحكم ان حضرتك تاريخ في فن التلفزيون، واحنا بحاجه لتسجيل هذا العمل على الاقل يعني اكراما للفنان محمد ابو الحسن. لو قلنا حضرتك وجه رساله للسيد وزير الثقافه الدكتور عماد ابو غازي بعد مشاهدتك لهذا العرض، ماذا تقول؟ ازعل منه قوي لما ما كانش هيسجل لا تلفزيون. وانا الحقيقه زعلان قوي ان كل الاعمال المسرحيه بتاعتنا ما بتسجلش تلفزيون. كل القاعات، حتى القاعات الصغيره في السلام وفي الطليعه وفي كده، كلها اعمال على فكره تتسم بمستوى عالي قوي، والشباب عاملين شغل احلى من المسرح الكبير كمان، واحلى من الفنانين الكبار. وما بس للاسف الشديد ما حدش بيشوفهم وما حدش بيتفرج عليهم. وبقول يا ناس يا اخويا خلقوا، انتوا بتدوروا على ايه؟ يعني بتروحوا للكبار عشان يعملوا لكم ايه؟ يعني للمجد بالفلوس، يعني يجيبوا فلوس ويجيبوا شباك ويجيبوا مش عارف ايه. الولاد دي لو تشبص لها صح هيجيبوا اكتر من الشباك. وبعدين هم ناسين ان المسرح ده لو اتسجل تلفزيون ممكن يتباعوا بفلوس. هم ناسين ده. وبعدين وزاره الثقافه بجلاله قدرها كلها على بعضها ما تقدرش تجيب واحده تصوير وتخلي مصور كل اسبوع مخرج منهم يدخل يصور مسرحيه. شيء غريب جدا ان انا اشوف في الزمن ده كده اعمالنا ما تسجلش. ازاي يعني؟ ازاي اذا ما كانش وزير الثقافه فعلا يامر بسرعه بده؟ انا هبقى زعلان منه جدا، لان خلاص بقى انتهى الزمن اللي احنا بنفن وننسى فننا ونرميه ونقعد نتذكره بس بيننا وبين بعض. استاذ احمد خضر، احنا سعداء جدا بوجودك وشرفتنا ونورتنا. انا اللي سعيد جدا، وانا بشكر المسرح القومي للطفل، لاني مش دي اول مره بزوره، وكل ما ازوره الحقيقه بخرج مبسوط. شكرا. شكرا.